السلام عليكم، كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ قبل ما نبداو الفيديو نصلي على الحبيب النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. فيديو هذا النهار بناديجات شماليين تطوانيين لذاذين بطريقتي، اتمنى انكم تجربوهم في العزيز رمضان. كنحتاجو بيض مسلوق كميه اللي تناسبكم على حسب العجنه، تون، جبن احمر وجبن موتزاريلا، كذلك لاداند والزيتون مقطع قطع صغيره، والصلصه اللي هي ابيس او اي نوع الصلصه، كذلك الحار والابزار اي الفلفل الاسود. هاد النوع لي شوسون او البناديجات فهما كيجيو اخوتي شهوه منهم، لذاذين بزاف. بالنسبه للمقادير ممكن تزيدوا او تنقصوا، ممكن تعوضوا لاداند بكاشير، كذلك ممكن تضيفوا سوريمي، يعني ممكن انكم تزيدوا تفننوا فيهم. مهم انا حاليا دخلت فيهم غير لاداند والزيتون الاخضر كيف ما لاحظتوا، ولاداند ضروري تقطعوا قطع صغيره. كناخدوا واحد البول كبير وكنخلطوا جميع المكونات مع بعضها، وكنضيفوا ابيس اللي هو صلصه الطماطم. بالنسبه للتون ضروري انكم تقطروه، ما خصوش يبقى فيه الزيت نهائيا. والنوع ديال الجبن ممكن تكتفيو بجبن نوع واحد او اي نوع جبن عندكم في المنزل. صافي غادي نخلطوا جيدا الخلطه ديالنا. كيف ما كتلاحظوا ضروري الانسان يخلط باليديدات ديالو باش نفتتو التون والصلصه تدخل مزيان ويمتزج الخليط جيدا مع بعضه. كذلك غادي نحتاجو العجين المورق اللي غادي نطلقوه جيدا كيف ما تلاحظوا معايا في هذا السمك 1 سنتيم، وغادي نقطعوه باي نوع ديال القطاعه عندكم. كنرشو سطح العمل بقليل من الدقيق او النشا. غادي نقسم العجين ديالي الى نصفين باش تسهل عليا نطلقو جيدا. صافي بالمطلق غادي نبقى نطلق في العجين ديالي شويه بشويه حتى نتحصل على السمك اللي بغيت انا. بالنسبه للشكل ديال السوشون يعني كنقطعوه دائري، ممكن انكم تغيروا في الشكل، يعني هذاك اختياري. كيف ما لاحظتوا معايا كنبقى هيدا كنطلق في العجين ديالي حتى كنتحصل على هذا السمك هذا. غادي نقطعوهم صافي اخوتي، كنبقى نقطعهم على هذا الشكل هذا حتى كنسالي العجين ديالي، وغادي نعمرهم من الوسط كيف ما تلاحظوا معايا، وغادي نبقى نشكلهم غير بالاصابع اليد ديالي. كيجيو ساهلين ولذاذين وناكلوا شي حاجه نقيه الدار ديالنا. نتوما كتعرفوا الشهاوي في رمضان تبارك الله جميع لي باتيسري عندهم المملحات والمعسلات اي حاجه، ولكن انا كنفضل انني نعمل الاشياء بيدي وليداتي. وكنتمنى الاخوات اللي كيشاهدوا الفيديو حتى هاد اللحظه ما ينساوش لي لايك وبارطاج مع الحباب والصحاب باش تحفزوني اخوتي ونزيد ننزلكم الجديد. وشكرا جزيلا اخوتي، الله يجازيكم بخير على التعليقات ديالكم اللي كتفرحني بزاف. واهلا وسهلا بالمشتركين الجدد، العائله الصغيره بدات كتكبر اخوتي، الله يبارك فيكم. صافي كيف ما كتشوفوا حنايا بدينا كنعمروا هادوك لي شوسون ديالنا في الوسط، ما نحاولوش نعمروهم بزاف باش تشكلوا معنا بسهوله. في هذا الاثناء كنكون سخنت الفرن من الاسفل والاعلى على درجه حراره 180 باش كيطيبوا بالمهل. وبالنسبه لي شوسون ديالي لاحظوا معايا اخوتي كيف كنشكلهم بسهوله، يعني الانسان خصو غير يزعم فقط، كل شيء سهل. هيدا حنا كنطمئنوا اننا كنوكلوا الاطفال ديالنا ماكله نقيه ديال المنزل. عندهنهم بالبيض والقليل ديال الصوجه باش كيعطينا ديك اللوين، ما كيعجبونيش يكونوا نصفيفرين. الصوجه كتعطي واحد اللوين مزيون من فوق، وغادي نفرق عليهم من فوق، يعني غادي نرشهم بالبافو
ممكن أنكم ترشوهم بالجنجلان أو نوع من أنواع ديال الزريعة، كذلك ممكن ترشوهم بالسحتر. وشكرا جزيلا على المشاهدة، وانتظروني فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.